مساء الفل عليكم. في البداية ببارك لنادي الزمالك وجماهيره على الفوز النهاردة اللي من رأيي كان أهم فوز من وجهة نظري. ومباراة الإسماعيلي النهاردة كانت من أكتر المباريات اللي تمنيت الفوز فيها، ده لأنها هتبعدك بشكل كويس ومرتاح عن منافسينك، وهتصدر لهم الإحباط وهتديك دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء مهم جدا وهو لقاء القمة. بتمنى مواصلة الانتصارات في مباراة الجونة اللي جاية، وطبعا كل ما يخص الفنيات زي ما تعودنا هنناقشه في حلقة بكرة إن شاء الله تعالى. قايمة الدنيا على قدم وطني من امبارح بسبب تصريحاته اللي قالها، واللي بشوف إنه ما غلطش في حرف واحد فيها أو حتى قلل من النادي الأهلي لا من قريب ولا من بعيد. الراجل قال إن الأهلي لو عايز يجدد لإمام يتواصل معاه، فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. هو مش برضو آدم وطني يبقى وكيل إمام عاشور؟ يبقى من الطبيعي إنه يقول للنادي اللي عايز يجدد لإمام أو عايز إمام يتواصل معايا. الراجل كمان قال إن إمام أفضل لاعب في مصر وأفريقيا، ولابد إنك تقدره بشكل كويس جدا ماديا، فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. هو مش إمام برضو أفضل لاعب في مصر وأفريقيا بشهادة الإعلام الأحمر وجماهير النادي الأهلي؟ يبقى طبيعي إن آدم وطني يقول إن لابد إن الأهلي يقدر أفضل لاعب في مصر وأفريقيا بشكل جيد جدا ماديا. وبعدين بالعقل كده وبالمنطق، أنت تعاقدت مع لاعب واديت له 100 مليون، واللاعب ده بالنسبة لك لاعب فلتة، هو حقيقي هو فلتة وأدم منحس على الفرقة وحاجات كتير كده فوق بعض، وقلت إن اللاعب ده يستحق ويستاهل المبلغ اللي بياخده واللي هو 100 مليون جنيه، صح؟ صح. لما تيجي بقى تجدد للاعب أفضل من اللاعب أبو 100 مليون ده وأفضل لاعب في مصر وأفريقيا، يبقى من الظلم إنك تديله أقل من 100 مليون، وطبيعي إنه يطالب بمقابل مادي أكبر من 100 مليون اللي بياخدهم لاعب أقل منه من حيث المستوى، صح؟ صح. انت يا عزيزي اللي سعرت اللاعب ابو 100 مليون وقدرته بالسعر ده، فبطبيعة الحال لما تيجي تسعر لاعب افضل منه يبقى من المفترض انك تقدره بمبلغ ومقابل مادي اكبر من ال 100 مليون. ده عدل ربنا. وبالمناسبة اللي حط التسعيرة دي من الاول هو انت، فما ينفعش تلوم على اللاعب او على الوكيل اللي بيطالب بحقه وحق اللاعب بتاعه. وبعدين يا عزيزي القصة النهاردة بقت عرض وطلب. لو انت شايف ان اللاعب ده ما يساويش المبلغ اللي طالبه يبقى صور لمبادئك وبلاش تجدد له، يا اما بقى لو كنت متمسك بيه وببقائه يبقى لازم تدفع له. انت زي اللي عجبه سلعة كده ودخل محل يشتريها، فسأل صاحب المحل بكام السلعة دي، فصاحب المحل قال له دي ب150 مليون. هنا بقى يا اما تدفع الفلوس لو كنت عايز تشتريها، يا اما تقول له افتح الله يا عم وتسيبه وتمشي وتدور على السلعة دي في مكان تاني. لكن فكرة بقى انك تمسك في صاحب المحل لمجرد انه عارض بضاعته برقم معين وبيستخدم حقه، دي بقى الفكرة اللي انا مش فاهمة ازاي ممكن حد في الدنيا يساعدك عليها او يأيدك فيها. كابتن شوبير على الراديو الصبح قال الكلام اللي انت شايفه في البوست ده بالظبط كده، وبالمناسبة البوست ده منشور على صفحته الرسمية. قال ايه بقى كابتن شوبير؟ قالك مروان عطية يريد هو الآخر تعديل راتبه مع الأهلي، وأرى أن أرقام اللاعبين زادت بشكل رهيب خلال عام واحد وأصبحت مغالى ومبالغ فيها. مين اللي قال الكلام ده؟ كابتن شوبير في الراديو وعلى صفحته الرسمية من خلال بوست. تعال بقى أوريك كابتن شوبير في قناة الأهلي بالليل قال إيه في برنامجه. مروان عطية متمرد، جدد عقده وزود عقده ولسه مزود من كام يوم وبعدين عايز يزود تاني وقصة تالتة وقصة رابعة وقصة خامسة. فالولد الحقيقة راح لهم في النادي قال لهم ايه يا جماعة في ايه ده، حملات كده ممنهجة يعني، ده انتوا ايه يعني في ناس بتحاول تأثر على حالتنا المعنوية وحالتنا النفسية. نفسي أفهم مين الناس اللي بتأثر على الحالة النفسية للاعبين اللي بيتكلم عنهم كابتن شوبير. الناس بقى تكتب تمرد مروان ومروان عمل والعقد وانا طلبت تعديل العقد والناس لا لسه متعدل عقده من كام شهر، كلام لا اساس له من الصحه. بذمتك انت فاهم حاجة؟ انا بصراحة تهت وما بقتش فاهمة ايه بيحصل. ما هو يا دي شيزوفرينيا يا زهايمر، ولو حد شايف حاجة تالتة يقول لي يا جماعة في الكومنت. الناقد الرياضي أحمد جلال من خلال برنامج الماتش اللي بيقدمه إيهاب الكومي على قناة صدى البلد قال كلام في غاية الأهمية. أحمد جلال قال إن الأهلي خلاص أتم الاتفاق مع المدير الفني الجديد اللي هيقود النادي الأهلي فنيا خلال الفترة اللي جاية،
وإن المدير الفني اللي تم الاتفاق معاه هيكون موجود خلال أيام قليلة في القاهرة ليقود الأهلي من بعد المباراة اللي جاية. واحد يجي يقول لي ليه الكلام ده في غاية الأهمية؟ ما هي معروفة إن الأهلي هيتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد. شوف يا معلم، هو الكلام مش بس في غاية الأهمية، ده كمان في غاية الخطورة، لأن الأهلي إذا أتم الاتفاق مع مدير فني جديد واتفقوا على أن المدير الفني الجديد ده يقود الفريق في القمة، والمدير الفني ده كان غريب على الدوري المصري، هتبقى كارثة وحطت على دماغ مسؤولي النادي الأهلي. أنا مش محتاجة أقولك يعني إيه مدير فني جديد ما يعرفش حاجة عن الفريق ولا يعرف حتى أسامي لاعيبته يلعب مباراة القمة ويدي تعليمات للاعبين تنفذ فكر معين هما ما يعرفوش عنه حاجة. القمة النهاردة أصبح فاضل عليها 12-13 يوم، ضايع منهم مش أقل من 4-5 أيام لحد ما يوصل المدير الفني. يبقى أنت بتتكلم في أسبوع تقريبا قبل القمة. واحد يجي يقولي يعني هو الصح منه إن عماد النحاس هو اللي ينفع يكمل؟ أيوة يا معلم، طبعا النحاس يكمل، لأن أي عك من وجهة نظرك هيعك النحاس في القمة هيكون أفضل بكتير من التطبيش اللي هيطبشه واحد أعمى. النحاس لو اتغلب في القمة ده هيبقى شيء عادي، وقتها مجلس الأهلي وجماهير الأهلي هتجيب المشكلة في النحاس والدنيا هتمشي. لكن لما تلعب بمدير فني جديد في القمة وتكسر شوكته، هنا بقى اللي هتبقى المشكلة. أنا شرحت الموضوع من وجهة نظري الشخصية، وأنا من جوايا بتمنى أن يكون كلام أحمد جلال صحيح 100%. ده شيء والله هيسعدني جدا. الأهلي بيرفض طلب زيزو بالسفر لقطر للتأهيل من الإصابة، وكان زيزو نصحه وبعض المقربين ليه إنه يسافر يعمل التأهيل في قطر لأسباب تتعلق بعودته سريعا للملاعب في غضون أسبوع 10 أيام. أما إذا فضل وعمل التأهيل في مصر يقال إنه وقتها هيغيب 3 أسابيع، وده نقلا عن أحد إعلامي قناة الأهلي. الأهلي بقى باختصار رفض طلب زيزو بحجة إن القصة دي ما حصلتش مع أي لاعب تاني في الأهلي قبل كده، ولو وافق مجلس الأهلي وقتها هيفتح على نفسه فتحة، وكل اللي هيجيله إصابة عضلية وقتها هيقولك أسافر أتأهل بره. ده كان رأي مجلس إدارة الأهلي فيما يخص طلب زيزو، اللي بشوفه إنه رد منطقي جدا. يقال والله أعلى وأعلم إن جون إدوارد بيجهز في يناير لصفقة أجنبية على رأس صفقات الميركاتو الشتوي، وإذا كان صاحب الخبر صدق في حالة دي مؤكد هيكون في اتفاق سواء مع الجزيري أو مع صلاح مصدق على الرحيل أو الخروج للإعارة. جايز يكون ده مش سهل يحصل، لكن الحقيقة كده وبدون أي مجاملات أنا مش قادرة أستوعب فكرة إنك تكون بتمتلك في الفريق 2 لعيبة أجانب ومش مستفيد من خدماتهم ولا حتى بتشاركهم كبدلة غير في أضيق الحدود. مش هقولك بقى إن اللاعب الأجنبي في أهلي أو زمالك مفروض يكون بيمشي على الحيط والشغل ده، لكن على الأقل يكون بيشارك كبديل. الزمالك بيمتلك 2 لعيبة أجانب بيديهم بالدولار وما بياخدش منهم أي مقابل. أتمنى إن يكون الخبر ده صحيح ويكون جون إدوارد بالفعل شغال على ملف رحيل الجزيري أو صلاح مصدق. بستغرب وبندهش لما بسمع جملة دايما يقولها مشجعي النادي الأهلي وإعلامه. بيقولك إيه بقى؟ يقولك الحركات يا إمام اللي أنت كنت بتعملها في النادي التاني دي ما تنفعش هنا في الأهلي. نفسي بقى أفهم إيه هي الحركات اللي كان إمام بيعملها في الزمالك تحديدا، وهل إمام وهو في الزمالك خد معاه 5-6 أصحابه وراحوا ضربوا فرد أمن في مول وفرد الأمن ده رفع قضية على إمام مثلا؟ لا. هل إمام وهو في الزمالك كان بيقدر يسهر أصلا؟ لا. هل إمام وهو في الزمالك لما كنا بنجيب العقود عشان نجدد له كان بيقول أنا عايز أخد أكبر عقد ما بين كل اللاعبين في الفريق؟ لا. أمال إيه بقى الحركات اللي كان بيعملها في الزمالك وانت بتحذره منها؟ إمام في الزمالك يا عزيزي خلال 4 سنين كان مثال للاعب الملتزم جوه وبره الملعب. إمام كان أكتر لاعب مجتهد وملتزم بعد طارق حامد. إمام كان بيقعد على الدكة وأحيانا في المدرج وعمره ما قال أنا ما بلعبش ليه. إمام مرة صبغ شعره بشكل مبالغ فيه ما عجبش الجماهير، بعدها بساعة لقيناه راجع لصوابه ومتصور عشان يصالح جماهير الزمالك اللي غضبت منه وقتها. إمام اتعاقب قبل كده ونزل لعب مع الناشئين وأدى في المباراة اللي انت عارفها وعمره ما اعترض. إمام عاشور باستثناء الشلوت الشهير في مباراة السوبر في الإمارات
والغنوة الشهيرة اللي غناها في أوضة اللبس ما عملش. ده لو اعتبرنا ان اللي عمله ده اساسا غلط. ايوه يا معلم مش غلط، لانه لو كان غلط من وجهة نظر المشجع الاهلاوي ما كانش سمح لمجلس ادارة ناديه بضم لاعب اساء لناديه ورموز ناديه واكل كابتن فريقه شلوت عنب. ولو اعتبرنا ان امام وقتها كان شاب صغير وطايش، فقول لي واشجيني وكلمني عنه لما عاقل دلوقتي بيعمل ايه. انت صحيح بتقوله انسى اللي كنت بتعمله في الزمالك، لكن من جواك نفسك ترجعه لنسخة إمام اللي كانت في الزمالك. لحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.